بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض يا جماعه النهارده الخشيه. تمام. عندنا دلوقتي ايه؟ بلح. اهو بلح طبعا مغسول ومتقطع كده، يعني متشال النقه بتاعته، جاهز. وايه؟ شويه زبيب، وشويه بقى الفواكه المجففه اللي هي المشمشيه، والتين، والقراصيه. تمام. القراصيه دي طبعا يا جماعه خوخ برضو مجفف. ماشي. فعندنا بقى شوية من الفواكه المجففة مع الزبيب مع البلح. ده كله كده هقطع دلوقتي الفواكه المجففة دي معاكم، وهنحط ده كله دلوقتي مع بعض ايه؟ في الشفشق بتاع هنحط بقى. اقفل. هنقطع بقى كده ايه الفواكه المجففة دي معانا كده. طبعا يا جماعة مفيش اسهل منه، واحنا ما بنحطلوش سكر. اللي عايز بقى يحط سكر يحط، اللي مش عايز ما يحطش. انا الصراحة مش هحط له سكر، انا هعتمد على السكر اللي هو فيه اصلا، السكر بتاعه الرباني، يعني اللي هو بينزل لوحده من الفواكه ومن البلح طبعا، عشان البلح ايه؟ بيبقى كله سكر. ففي ناس تحط له سكر، في ناس ما بتحطش. انا مش هحط سكر. بعد كده انت لما بتعملي وتدوقي، لو لقيتي ان هو مش يعني ناقصه سكر او محتاج، عادي ممكن تضيفي بقى معلقه سكر، معلقتين سكر، للكميه كلها، الشفشق اللي هتعمليه يعني، او الدرق اللي هتحطي فيه. لكن لقيتيه مش محتاج، خلاص. اهو ده كده ايه؟ زي ما قلنا التين اهو، بصوا. ده التين المجفف اهو يا جماعه. التين البرشومي ده اللي هو المجفف. وده المشمشية دي اللي هي برضو مش مجفف. وده القراصية دي، القراصية اللي هي الخوخ. ده طبعا بيبقى فيه بذرة من جوه اهي. اهو. برضو خوخ، ده الخوخ المجفف اللي هو القراصية. اهو. البذرة بتاعته اهي. تمام. اهو. ارفع شوية الكاميرا دي. اهي. المشمش طبعا لا، ما فيهوش البذرة بتاعته يعني، لكن ده الخوخ بس، ده اللي هو القراصية، هي دي اللي بتشيل بس البذرة بتاعته. تمام. تمام. هنا بقى ايه؟ هننزل بقى كل بالحاجات اللي معانا اللي قلنا عليها اهو. ننزل هنا كده بالبلح، في الشفشق، اي حاجه بقى تحطي فيها، شفشق بتاعك، دوره، حله، اي حاجه بتحطي فيها الطبق، ايا كان اهو. تنزلي بقى اهو بالخشب بعد ما قطعنا ايه الفواكه المجففه كده اهو. تنزلي بقى بالزبيب. تمام. تنزلي بقى بميه سخنه. ماشي. انا هنزل بميه سخنه ليه؟ عشان خاطر انا مستعجله عليه، مش مستعجله قوي، بس اللي هو المفروض احنا هنعمله الموضوع ده، اعمليه قبلها بيوم لو انت عايز تعمليه براحتك، بس برضو بتعمل بميه دافيه يعني، فاهمين؟ وانا برضو هي نفس الموضوع اهو. حط له شويه ميه ايه سخنين، يعني ما بين الدافيه وما بين الايه المغليه. وبتديله بقى مساحه من تحت كده، يعني ايه؟ لازم تديله مساحه، لان الحاجات دي هتنفش بقى. تمام. انا ما حطيتش كده سكر خالص يا جماعه. شايفين شكله اهو. هو ده بقى ايه الخشاف كله على بعضه. انا ما حطيتش اي سكر، انا عايزه اعتمد زي ما قلت لكم على السكر الرباني اللي هو في الفواكه وفي البلح وفي الزبيب وكده. اهو. انت بقى كده حطيتي، مليتي الشبشب، وهتسيبي بقى كده كله مع بعض، هو يخرج بقى كله مع بعضه كده. والميه سخنه زي ما قلت لك، عشان خاطر تساعد على ايه؟ ان كله يستوي على طول، زي ما بنعمل البلح باللبن كده. وبنحط للبلح ده دايما اللبن بتاعه بيبقى سخن. بنسخن اللبن او بنغلي اللبن وبنحطه للبلح عشان ايه؟ يطرى على طول. فانت هتسيبيه كده بقى لمده ايه؟ 3 4 ساعات، لبعد الفطار ان شاء الله، ونيجي بقى مع بعض اوريكم هيبقى عامل ازاي. بس هو مفيش اسهل منه الخشاف.